بعجينة واحدة بس ومن غير فرن ومن غير لبن هنحضّر الرقاق الطري والرقاق الناشف عشان صواني العيد، وبكيلو دقيق واحد بس هنحضّر كل الكمية اللي أنتم شايفينها دي. هتعمليهم دفعة واحدة من غير تعب ولا مجهود، والكمية دي تكفي لك صينيتين اتنين. أول حاجة بجيب كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، أنا هستخدم من نوع الدقيق ده من سنبلة الفرات. باخده دلوقتي في بولة، بضيف عليه نص معلقة ملح صغيرة وبقلب المكونات الجافة. عجينة الرقاق بتعمل من غير خميرة ولا بيكنج باودر ولا أي مادة رافعة وبتنفخ عادي جدا. بحط عليها نص كوباية صغيرة من السمنة البلدي، بتفرق جدا جدا في الطعم والريحة. كنت عملته معاكم السنة اللي فاتت من غير أي مواد دهنية وكان زي الفل، بس فرق السمنة دي بتدي ريحة حلوة جدا. تقدري برضو تشيليها، مفيش أي مشكلة. باجيب كوبايتين ونص من المية من الحنفية عادي خالص، باحط عليها معلقتين كبار من السكر وبادوب السكر تمامًا. بانزل بقى بالسوايل على الدقيق بس بالتدريج، يعني نزلت تقريبًا بكوبايتين وسِبت شوية تانيين وبانزل بيهم تدريجيًا، وباقلب لحد ما الدقيق يختفي وبابتدي بقى أعجن كويس لمدة 10 دقايق، لحد ما يتكون معايا عجينة طرية بس ما فيش فيها أي تلزيق خالص. طبعًا لو عندِك عجان اشتغلي فيه، لو ما عندكيش خدي العجينة على الرخامة كده وابتدي افردي وافتحي فيها لحد ما تنعم معاكِ وتبقى بالشكل ده. باغطيها بقى بكيس بلاستيك أو بقطعة استرتش وباغطيها بفوطة وباسيبها كده ترتاح لمدة نُص ساعة. العجينة ما فيش فيها أي مادة رافعة خالص، ولو جينا نفردها دلوقتي هتبقى زي الكاوتش، فلازم نريحها علشان نعرف نفردها. باخد العجينة دلوقتي على رش دقيق وبابتدي أقطعها ل20 كورة. وزن الكورة بالضبط بيكون من 80 ل85 جرام، أنا قطعت على 85 وطلعت معايا 19 كورة. باقفّلها كويس كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وبعد كده بارصها بقى على أي طبق أو صينية مرشوشة رشة دقيق بسيطة. ولو عندِك بخاخ مَيّة، بُخّي مَيّة على وش العجينة عشان ما تنشفش، لإنها بتنشف بسرعة أوي، وبعد كده غطّيها بالفوطة. بنيجي على الرخامة باخد رشة دقيق وبابتدي أفرد أول حاجة. أنا هاقول لكم على كذا طريقة تفردوا بيها الرقاق وتسووها بيها. دي أول طريقة إن أنا بافرد رغيف، رغيف، والخطوة دي بتبقى مع الرقاق الناشف بس. بافرد كل رغيف لوحده. بافرد الرغيف بسمك رقيق لدرجة إن الرخامة تبقى باينة من تحت. باجيب بقى الصينية اللي أنا هاسوي فيها وبابتدي إن أنا أقص الرغيف على قد الصينية بالضبط، علشان لمّا آجي أعمل الرقاق يبقى على قد الصينية وما يتكسرش مني حاجة. اهتمي بالدقيق كويس وأنتِ بتفردي العجينة عليه، عشان لمّا تيجي تقصي وتيجي تشيليه من على الرخامة ما تلاقيهوش لازق منِّك. لازم يكون في دقيق كويس تحت العجين وأنتِ بتفردي. باجيب بقى أي طبق باكون راصة الرقاق فوق بعضه كده، بس ما بين كل واحدة والتانية باحط شوية دقيق كويسين عشان ما يلزقوش في بعض. الطريقة التانية دي بقى للرقاق الطري وتنفع كمان للرقاق الناشف، وهاقول لكم إزاي. باجيب معلقتين دقيق وباحط عليهم شوية زيت وباقلبهم كده بالفرشة لحد ما بيكون ده قوامهم، يعني تقريبًا ربع كوباية زيت عليها معلقتين دقيق. باجي بقى شوية دقيق كويسين على الرخامة، باخد 3 كرات من العجينة بافردهم بنفس السمك وبنفس القطر، وبعد كده باجي بقى بادهن ما بين كل طبقة والتانية من خليط الدقيق والزيت اللي إحنا عملناه. بادهن ما بين أول رغيفين والرغيف الأخير طبعًا ما بادهنهوش عشان ده اللي هنفرد بيه. باساوي الأطراف وبابتدي إن أنا أفرد شوية بإيدي، وبعد كده باستخدم النشابة. من وقت للتاني وأنا بافرد باقلب الرغيف الناحية التانية علشان لو في أطراف مش مضبوطة بافردها بإيدي. برضه باحاول إن أنا أضبط قطر العجينة على قد الصينية اللي هاشتغل بيها، لإن بعد التسوية هي هتكون نفس القطر ده. ممكن تزوّدي شوية القطر عشان لو حابة إنِّك تقصّي الأطراف وتضبّطي القطر بتاعهم كلّه قد بعضهم بالمقص، ما فيش أي مشكلة. باخلّص كل الكمية بس ما ترصيش أكتر من قطعتين 2 فوق بعض عشان ما يلزقش في بعضه. في جريلة بقى أو في طاسة على النار أو في صينية بتاعة فرن تكون مقلوبة، بابتدي أسوّي بقى الرقاق الناشف. دي أول طريقة اللي إحنا سويناها كل قطعة لوحدها. النار هنا بتكون متوسطة والعيش زي ما أنتِ شايفة كده بينفخ، بالرغم إن ما فيش فيه أي مادة رافعة، بس طول ما هو على الطاسة لازم بتقلبيه علشان ينفخ معاكِ. نيجي بقى لتسوية الرقاق الطري برضه على نفس الجريلا، بس بنهدّي النار شوية، النار بتكون أقل من المتوسطة بسِنّة، لحد ما يبتدي إن هو ينفخ معانا كده وتلاقي الطبقات بدأت تفرق عن بعضها. بس خدي بالِك لو أنتِ مش دهنة ما بين الطبقات كويس، لمّا تيجي تفكّكي الطبقات من بعضها هتلاقيها ملزقة. لمّا الرغيف بنحس إن هو بدأ يستوي وينفخ كويس، بنبتدي نفُك الطبقات. ما بنفكش الطبقات وهو ني لأنها مش هتتفك وهتلزق معانا وهتتقطع. بعد كده بافُك أول طبقتين 2 والطبقة اللي في النُص بادّي لها تسويتها، وبارجع الطبقتين اللي أنا فكيتهم من فوق ومن تحت بيبقوا محتاجين تحميصة بسيطة كده من الجهتين اللي جوّه، باسيبهم كده أقل من نُص دقيقة. طبعًا تقدري بقى بنفس العجينة اللي عملتِ بيها الرقاق الطري دي، اللي أنتِ عملتيها 3 طبقات فوق بعض، تعملي بيها الرقاق الناشف. بنحطه على النار بنفس التسوية وبنفكك الطبقات من بعضها، بس بدل ما ندّي له لون خفيف وتسوية بسيطة ونطلّعه وهو طري، بناخد كل طبقة لوحدها وبنحمّصها وبندّي لها لون خفيف، بس بنسيبها تحمص على النار عشان يبقى ناشف معانا.
على عكس الرقاق الطري اللي يا دوب بيستوي على طول بندّي له لون بسيط أوي وبنطلّعه ونلفّه وهو سخن علشان ما ينشفش. الرقاق الطري لازم يطلع على طول من الطاسة، يتحط جوّه فوطة، صينية جوّه فوطة ويتلف على طول عشان ما ينشفش. أمّا الرقاق الناشف بنسيبه على الرخامة لحد ما ينشف خالص، هو أمّا بتطلّعيه من الطاسة بيكون طري سِنّة، أمّا بتسيبيه بس نُص ساعة كده برّه بينشف خالص وبنبتدي نعبّيه. باعبّي الرقاق الطري في كيس وبادخّله الفريزر، لكن الرقاق الناشف باسيبه على الرخامة عادي، بس بافضّل إن أنا أحطّه جوّه كيس، بس أكيد بعد ما ينشف تمامًا. ما ينفعش أحطه وهو طري عشان ما يعفنش معايا. اعمليهم وشيليهم عندِك بقى علشان في الفيديو الجاي إن شاء الله هنعمل بقى صواني الرقاق باللحمة المفرومة.